خير وسعادة أعزائنا المشاهدين، نحن وإياكم حلقة مجددة من قناة دامان فضائية مع الشاعرين المبدعين أزهر العرب وعباس الضر. تفضلوا. يعني اليوم نرحب بالأساتذة الكرام أزهر العربي، نتشرف بك اليوم. أهلا وسهلا أستاذ وجمهورك العزيز. عباس الضر نتشرف. وين أنت بالمدرسة؟ برنامج على الهواء مباشر. على الهواء أستاذ على الجو. أستاذ أزهر، لماذا لقبت بشاعر العصرين؟ لأن عشت عصرين، يعني فترتين يعني متقاربتين، اللي هي العصر والمغرب. أستاذ عباس أيضا، لماذا سميت بعباس الظهري؟ طبعا عباس الظهري كان لقب الاستاذ الكبير قيس، اوجه التحيه من خلال قناه وكان اكثر الهام يجينا وقت الظهر، وكانت مشاهد وقت الظهر فقط وقت الظهر. ما يجيك المغربيات؟ لا ما يجيك. أول قصيدة أستاذ أزهر، أول قصيدة ظهرت فيها غرقت بالشط. قصيدة قديمة هذه. انت شو مدري كان ما ادري بها القصيده، انت شو مدري ما نسامح حتى انا يعني العصر الاسلامي في يوم تقدر يعني اسمعك مقطوعه. القصيده غرقت بالشط والشط غرقني. الله يسمر يا حلو منو يطلع؟ شنو استاذ شنو حلو؟ يعني شنو ما شكل تسمر حلو ملامح شكله يعني بس الحلو ابيض. العفو استاذ، ما كان دايم على شنو من جاي؟ ما كان دايم على استاذ يعني ونخيت على الله ووجه طلعني. يا لا بدو اخوي الله يرحمه اخويا ما وانا جايب وين غرق بالشط ما حط الله. جايبكم برنامج فواتح، يعني برنامج شعر بس كنا يعني الله يرحمه استاذ، يعني استاذ عباس، يعني تقدر تحدث لنا عن اول قصيده ظهرت فيها؟ طبعا كانت هي اول قصيده، خلي اسمعها مات الجمهور وياي بال 73. فوق موبايل هذا 73 بعصرك ماكو، كله لمس وجالكسي. استاذ قاطعت مش ما قاطعت يعني انت قصدك مو موبايل فتره زمنيه. وضح للجمهور واللي استاذ اسم القصيده شط ونهر. شط ونهر. شط ونهر شنو؟ استاذ هو مساعد قلت حلو اسماء يعني يصير كل شيء يصير. يصير شط ونهر متفرعات هيك. فوق شو قاعد تسوي؟ استاذ شط متفرعات جاي اوضح لك الحاله؟ يا حاله استاذ قابل توضح لي الحاله، لا تقعد حكم الرايه ما يقعد. ريلاكس. شط ونهر متفرعات جيب الناس تفهم هاي، ياهو الناس هي الناس ماكو راي. الناس احنا عليهم المحسوب عليهم علينا. انتوا على الجميع يعني يعني استاذ اقطع الله. سؤال طبعا موجه للاثنين، يعني بما ان انتم دائما مع بعض، يعني هل فكرتوا في فيديو كليب؟ طبعا انا لي الشرف اول شيء بالبدايه ان اسوي فيديو كليب ويا الاستاذ العربي، بس كل يحاول يبرمج انجليزي. مو انا شنو احاول انجليزي وانت عربي اصلا ما تعرف كل قصايدك مال الجواهر. حبيبي هو ايش ما في الجواهر كلها 5 قصايد 6 والباقيه يعني كل قصايدك اصلا مال الجواهر كلها انت خام. هو غير التوارد يا اعزائنا المشاهدين، طبعا طلع برنامجنا كله توارد وصار غير واحد، ونحن اسفون برنامجنا كله توارد، ويمكن حتى متواردين فيه وجايبين